عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا عبد المطلب علي فضل المولى. عندنا أخونا سمير المبارك طلب مني إنه داري أعرف حاجة عن التراث القديم ده. التراث القديم ده باب الخشب، الباب ده مصنعيتنا نحن، أنا وأبوي رحمة الله تخشاه. أنا شغال في الشغلة دي من سنة 81، يعني في قرابة 45 سنة بفضل الله وكرمه وجود الواسع. دارين نفصل لك الباب ده تفصيليا. أول حاجة وأهم حاجة في الباب العدة، وهو الأساس، اسمه المشك. ما له نازل ده اسمه المشك. المشك ده هو الأساس زي الشاسية في العربية ده، كويس. القدام دي عشيمة السدادة، دي عشيمة، دي المراية الفوق ودي المراية التحت، دي الليحان. الكلام ده كنا شغالينه بالمنشار اليدوي، كويس. ده المسامير دي صناعة الحداد بكري محمد يعني الحداد جارنا هنا ده، نجي بيقف الباب جايبه هنا. دي عشيمة العراضة، الباب أي باب فيه 3 عراضات على أساس إنه تمسك الباب فوق وتحت. وده شغل يعني شغل فرد بالمنشار والمغلام والقدوم وكلام زي ده، شغل مثبت تثبيت قوي في المشرق اللي هو يمثل الشاسيه. دايرين قالوا تفصيل عن الدقل ده. عايل الدقل ده من برا خشبه مستطيله، ده اسمه الشرو. الشرو ده يا هو اللي بيقفل جوا هنا، ما بيخلي الباب يمشي، وده المفتاح. انا بشرح لك الدقل برا، ده يتقفل هنا، ده الباب علب المفتاح حتى يتفتح، كويس. الدقل يا هو ده، الدقل ده اسمه، ده الغطاء الليله. ديل الكلاب، ديل اسمين الكلاب، ال3 ديل اسمين الكلاب. دي الكلب القدام، ودي البعاده، ودي بنت الحرام، اسمها بنت الحرام. يا هو ده نفس في الوضع في المفتاح هنا، دي بنت الحرام، ودي الكلب الاولى، ودي الكلب الثاني. ده محل المفتاح. يدخل المفتاح هنا على اساس انه يرفع الكلاب، يخلي الدقل الشرو يمشي ويجي كده، يمشي ويجي كده. لما يمشي قدام الكلاب دي تقع هنا، الكلاب دي تقع هنا تثبته، ما بيخلي يمشي ورا ولا قدام تاني. ده نظام الدقل. بعد ما يسوى يتقفل اللهم صل على النبي، يتقفل بالحديده دي، يتقفل بالحديده، يرصح هنا في الباب. اظن لك بالي الكلام ده واضح، وجزاكم الله خير. ويا اخوانا الموضوع ده طالبه اخويا وابن عمي سمير المبارك عبد الرحمن الفقيه، يعني جزاه الله خير. قال ده يوصله ينشرها يعني في الفيس، وبالذات في أسرتهم إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.